وسط ما الشلة كلها قاعدة وبيلعبوا لعبة الصراحة، جه السؤال على خالد، فسأله أحمد: إيه السر اللي في حياتك اللي مخبيه عن الكل؟ وكانت إجابة خالد صدمة للجميع. هي مش بس فتحت باب نقاش، دي انتهت نهاية غير متوقعة. تعال أحكي لك. خالد أخد خطيبته سندس وراحوا قعدوا مع أصحابهم في خيمة رمضانية. القعدة كانت لذيذة، كلها ضحك وهزار ولعب، لحد ما جه سؤال لخالد عن السر اللي مخبيه عن الكل. فرد خالد وقال لهم: أنا بروح لدكتور نفسي. أحمد ضحك واتريق عليه، لكن الصدمة لما خطيبته بدأت هي كمان تتريق وقالت أخطر جملة: يعني أنا مرتبطة بمجنون؟ وهنا عينك ما تشوف إلا النور. خناقة جامدة جدا بين خالد وصاحبه وخطيبته. وهنا يجي السؤال: إمتى هنبطل نعتبر الوجع النفسي رفاهية أو جنون؟ وليه بنخاف من كلام الناس لو عرفوا إن حد بيروح لدكتور نفسي؟ الإجابة ممكن تتلخص في كلمة واحدة بس: الجهل. لأن الدكتور النفسي مش للمجانين. الدكتور النفسي هو مهندس كيمياء المخ. في أمراض زي الاكتئاب والقلق فيها خلل كيميائي، زيها زي السكر والضغط بالظبط، ما ينفعش يتعالجوا بالجدعنة ولا عند دكتور باطنة ولا أسنان. فالشخص اللي بيروح للدكتور النفسي هو الشخص الأوعى اللي قرر يواجه وجعه بدل ما يهرب منه في سجاير أو مخدرات أو عصبية بتدمر كل اللي حواليه. طيب إمتى أحس إن أنا لازم أروح لدكتور نفسي؟ ده سؤال مهم جدا. لما ما تبقاش عارف تمارس حياتك الطبيعية زي الشغل والدراسة والعلاقات، لو حاسس بحزن أو قلق مستمر بقاله أكتر من أسبوعين بدون سبب واضح، وفي حالة لو جسمك بيشتكي من صداع أو قولون أو نغزات والدكاترة بيقولوا أنت كويس وسليم ومفيش سبب عضوي. بالإضافة لكل دول، اللي عايز يفهم نفسه ويطور شخصيته، تعالوا نعمل تمرين اسمه تغيير المسمى. فلو انت بتعاني من اي عرض من الاعراض اللي احنا قلناها، بطل تقول انا نفسيتي تعبانة وشوية وهبقى كويس. واجه نفسك وروح لدكتور نفسي، وافهم ان طلب المساعدة هو قمة القوة مش ضعف. والنهاردة مفيش تحدي، النهاردة في طلب، وهو انك تخاف على نفسك لانك تستاهل. لو قررت تخاف على نفسك، اكتب في الكومنت هلال وقلب احمر عشان نعرف ان في ناس بتتعافى بصمت، وإن في ناس أخيرا بطلت تظلم نفسها. وافتكر إن لكل داء دواء. ربنا خلق الروح وخلق لها اللي يداويها، فالصحة النفسية جزء من الأمانة اللي ربنا هيسألك عنها. ما تضيعش أمانتك عشان خاطر كلام الناس. وفي الحلقة الجاية هنختم بأقوى حلقات الشهر. استنوني بكرة، وكل سنة وانتم طيبين.